تمد المرأة يدها، وأمام أنظار الجميع تحول كفها إلى أشكال مختلفة. تضع قلما في الهواء، وبعد أن تتركه يبقى معلقا في الجو وينقسم فورا إلى قلمين متطابقين. وسبب قوة هذه المرأة المذهلة هو أن دماغها قد تم تطويره بنسبة 60%. لتطوير دماغها أكثر، حقن العلماء سائلا أزرق في جسدها. بعد امتصاصه بالكامل، تحولت ذراعها إلى مجسات سوداء امتدت لأجهزة الكمبيوتر والمعدات التقنية، وبدأت تمتص منها المعلومات والطاقة. بعد ذلك، أصبح دماغ المرأة مطورا بالكامل. باستخدام قوة تفكيرها، انتقلت فورا إلى برج إيفل، ثم وجدت نفسها في ساحة تايمز سكوير. مدت يديها فتوقف كل شيء حولها، وبمجرد أن حركت يديها بدأت الأشياء تتغير بسرعة. في اللحظة التالية عادت إلى العصر الصناعي، ثم عاد الزمن إلى الوراء لتجد نفسها في عصر الديناصورات. وقبل أن تهاجمها الديناصورات، مدت يديها واختفت فورا. وعندما ظهرت من جديد، وجدت نفسها في العصور القديمة، وصادفت أقدم أشباه البشر على الأرض. إنه من أفضل أفلام الخيال العلمي، وإذا لم تشاهد الفيلم الأصلي بعد فلا تفوت الفرصة. أؤكد لك أنك لن تشعر بخيبة أمل.